يعني ماما اي سوري. عايز اكل حواوشي اصل حواوشي دلوقتي منين؟ من الرفاعي. من الرفاعي؟ يعني نجيب حواوشي من الرفاعي؟ ده غالي قوي يا سليم. ماشي يا امي، انا عايز هاكل حواوشي. بس دلوقتي يا سليم اه نجيب حواوشي كلنا من الرفاعي هندفع فلوس كتير جدا. اه طب لو عملناه في البيت ايه رأيك؟ حلو ماشي. تيجي نعمله بنفس تريكات الرفاعي بالظبط اوكي ماشي. ونفس الطعم. ماشي يلا بينا. يلا بينا. ولو عملناه وطلع حلو جدا هيعجب سوري نعمل ايه؟ نقول للمتابعين لايك. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير كتير وجايه لكم بناء عن طلب سولي بقى عايز ياكل حواوشي النهارده. يا سولي قال لي عايز اكل حواوشي دلوقتي. يعني احنا بنقول الساعة كام؟ الساعة 5:10. يعني عمال يخترع لي في اكل كده غريب وهو نفسه ياكل حواوشي من عند الرفاعي. قبل اي حاجه يلا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونعمل لايك 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 بصباعك الجميل ده وتدوسي على لايك. وتابعوني واعملوا لي سبسكرايب للقناه وتعالوا بقى مع بعض هنشوف هنعمل ازاي الحواوشي التحفه النهارده بطعم وريحه وتكات وحركات ونفس الطعم ونفس كل حاجه اللي انت بتجيبيه. الرغيف ب150 وب200 جنيه من عند الرفاعي. احنا هنعمل كميه جميله جدا من نص كيلو لحمه. هنعمل كميه محترمه جدا من الحواوشي وهندلعه بقى بالجبنه الموتزاريلا التحفه اللي بتمط وفلفل الالوان. هنعمل حواوشي بالخضار وحواوشي بالجبنه وحواوشي من غير حاجه خالص حواوشي ساده يعني. يلا بينا. ما ننساش اللايك وصباعك الجميل ندوس على اللايك والاشتراك واللي يتفرج عليا لاول مره ما يبخلش عليا بالاشتراك. يلا نسمي الله ونصلوا على الرسول ونبدا بقى. بصوا يا جماعه اول خطوه هنعملها دلوقتي هي الخضار. احنا غسلنا الخضار بطريقه حلوه جدا. قشرت البصل والفلفل وكل الخضار ده عندي مغسول حلو قوي. هجيب اول حاجه الكبه. تمام كبه كبيره. وهجيب البصل وهقطع. هخلص البصل ده في الكبه. بصوا كده تمام. وهجيب الفلفل في قلب الكبه برضو نقطعه. هنزل بيها في الكبه كله في قلب الكبه. بس ايدي بتمشي على الكاميرا. تمام. نجيب بقى البهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل بس. الملح يطلع ملح بتاعي مظبوط. كمان الفلفل الاسود. بصوا بقى ده السر ده السر ده السر ده السر اللي بيخلي اللحمه بتاعتي ما تكشش وايه وتبقى دي رشه. يعني هي ما كملتش معلقه هي كانت باقي عندي بيكنج باودر. وده السر اللي هيخلي معايا اللحمه بتاعه الحواوشي متماسكه وما تكشش معايا خالص والطعم هيبقى خطير. خليكم معايا برضو. بصوا انا نسيت اقول لكم برضو اللي احنا هنجيب 100 جرام. دي 100 جرام ليا كانت عندي في الفريزر وهضيفهم على نص كيلو لحمه. نص كيلو لحمه ده يا جماعه كانت لحمه لحمه صك يعني لحمه حمرا خالص ما فيهاش اي نسبه دهون. كان عندي ليا في الفريزر فقطعته كده معيار 100 جرام بس مش اكتر. هي تدينا طعم وتبقى دسمه كده يلا نضرب كله مع بعض. بصوا نشغل الفرن اول حاجه ويلا نجيب العيش ونعمل الحواوشي بتاعنا ونخلص الليله بتاعتنا دي.
الباكه دي شويه، نشيل الكهرباء، ننضف مكاننا. نجيب العيش البلدي المقص بتاعنا، يلا ونسمي الله كده ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نفتح العيش. احنا متعودين نعمل الحواوشي مش في العيش البلدي، احنا متعودين اللي احنا نعمله في الفرن تحت عند يعني في المخبز تحت، في الآلي ده، يعني يجيب لنا العجين ونحط فيه الحواوشي وكده. بس هو بقى طلب مني اللي هو نفس الحواوشي بتاع الرفاعي، والرفاعي بيعمله في عيش بلدي، فهعمل ايه بقى؟ هيكلفني كتير، فلازم اتصرف. ما شاء الله بقى الطعم بيبقى حلو، بيحبوا بقى ياكلوا مش واحد، بياكلوا بقى واحد واثنين وثلاثة يعني، ما شاء الله يعني. ف الجو الدنيا غالية يا جماعة، الدنيا غالية ومصاريف مصاريف مصاريف مصاريف، فالحمد لله يعني. احنا لازم بقى نتصرف ونعمل ايه عملنا في البيت، نفس تريكات الرفاعي. مش لازم العيش بتاعك لو جبتيه لازم كله ايه يبقى مفروض كده، لازم يبقى مفروض. يلا جزء جزء كده، قطعة من اللحمة نفردها بقى في الرغيف، منكترش عشان خاطر اللحمة تستوي في قلب العيش ما تبقاش نية. بصوا شايفين، انا بس عايزة اوريكم كتير كده. اول واحد اتفرجي على طعم اللحمه دي لما تتحط بقى الفرن وتستوى، يا خراشي يا خراشي على الجمال. يعني ولادك مش هيبطلوا ياكلوا حواوشي من ايديكي، بتبقى صراحه طعم في حته تانية خالص، في حته تانية في حته تانية. ونفس التركات يعني، نفس اللحمه اللي ما بتكشش ونفس الطعم ونفس كل حاجه. وكمان هدلعهم بقى بايه، بالجبنه الموتزاريلا بقى، وايه هروق عليهم النهارده. تعالوا خليكم بقى معايا كده خطوه خطوه، مش عايزه اسرع الفيديو، عايزه اوريكم النص كيلو، والله العظيم نص. خلصنا الكميه، بسم الله ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عملت 9 ترغيفه بكام؟ ب200 جنيه. ب200 جنيه هو تمن نص كيلو اللحمه. هجيب بقى هجيب اللي هو الصاج بتاع الفرن، يلا بينا. جبنا طبعا زيت والعيش، وهنعمل ايه اهو كده، والظهر كمان نحط كده. طبعا بقى هنكون مشغله الفرن، واحط الجبنه دي مش هحطها دلوقتي، انا هسيبها لحد ما اللحمه تتشمع شويه معايا في الفرن، وبعد كده هطلعها وهضيف بقى الخضار وهضيف الجبنه، وهوريكم كل الخطوات ايه بالظبط معايا. بصوا انا كده عملته، دهنته الزيت اللي انتوا شايفين، كنتوا شايفين معايا دهنته الزيت عشان الزيت ده اللي هيسويه في الفرن. بس نشغل بقى الشوايه بتاعت الفرن ونحطها وياخد لون، ونقلب الناحيه التانية وياخد لون، ونطلع نحط الجبنه بتاعتنا وندخله تاني ياخد وش اخير، واوريكم بقى الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. يلا بينا قبل ما يطلع من الفرن نقطع معانا الفلفل عشان اول ما يطلع. وانا حاطين الفلفل برده في الطبق. بس احنا مش هنضيف الفلفل خالص الا في الاواخر مع الجبنه، اللي هو يا دوبك هيسيح معايا عشان الفلفل ما يبقاش طري، يعني تبقى يعني بتاكلي كده الحواوشي والفلفل يبقى مقرمش معاكي، يبقى طعمه خطير 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 خطير. يلا بينا
متنسونيش يا جماعه في اللايك والاشتراك. يعني الناس بتخش كده مش عارفه بتبخل باللايك ليه، بتبخلي باللايك ليه؟ يعني تشجيع ليا والله يعني مش عارفه اقول لكم ايه اللي انتوا شايفينه بقى. لما بتتفرجوا عليا للاخر يعني متبخليش باللايك. يعني حاجه والله ما هتكلفك اي حاجه حضرتك، لو دوستي لي لايك يبقى انت كده بتدعميني وتعبي ما بينزلش في الارض. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها انتوا شايفين. كده انا جهزت الفلفل والجبنه بتاعتي جاهزه، وبقيه العيش الحواوشي حطيت 5 وبقى 4. قبل ما يخرجوا دول هكون دخلت التانيين، وهخلص بقى كله واوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. بصوا كده انا طلعته كده من الفرن، بس هدخله تاني بس اوريكم الشكل بتاعه عامل ازاي. تحفه. بصوا الجمال، بصوا اللحمه بتاعته عامله ازاي. بصوا اللحمه اوريدي مستويه. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف عليه حبه جبنه في كل واحد كده. وبعد كده هندخله تاني معاك شريحه فلفل، شريحه صفراء، بس كده تمام. هنجيب اللي بعديه، نفتح كده بالراحه. تحفه يا جماعه، بصوا السوا بتاعه صافي وروعه. هو خلاص استوى، بس انا بعمل ايه؟ بدخله بقى الفرن تاني عشان خاطر الجبنه دي تسيح. بهدي بقى النار كانت حاميه، وبعد كده انا بقى بهدي النار تاني عليها عشان خاطر هو لما هيدخل تاني الجبنه دي اوريدي هتسيح. هو اصلا بص يعني انا حطيت الجبنه على اللحمه، هو اوريدي بتسيح اصلا الجبنه. بس مش هحط على كله طبعا فلفل عشان كله مش بيحب الفلفل. تمام. هنجيب بقى ده الجميل ده، فين فتحته ده؟ يلا بس هوريكم بس يعني سخن. بصوا هو لازق اصلا، فانا اوريدي بحاول انا اظبط كده عشان اللحمه العيش ما يتعملش معايا. دخل في اخر واحد، بس انا مش هعمل الحركه دي تاني. هحط الجبنه من اولها معاه عشان العيش بيبقى ماسك في قلب اللحمه، فبيبقى متعب شويه. مش متعب يعني، بيبقى لازق عشان ما يتهراش معايا، وانا عايزه اللحمه كلها تبقى معايا كده. هضيف الفلفل كمان، فلفل تمام. هدخله بقى، بص هدخله الفرن وهدي النار عليه شويه واطلعه لكم بقى واوريكم الجمال كله. استنوا عليا دقيقه بس، دقيقه. بصوا بقى الكميه التانية دي انا هحط الجبنه من الاول بقى. انا مش هسيب مش هستنى مش هستناه يخش الفرن ويطلع معايا تاني عشان خاطر بيلزق وبتبقى العمليه مش حلوه خالص. فانا هحط الجبنه كده من اولها في قلب الحواوشي، يطلع بقى كله يستوي مع بعضه، الجبنه وكله. اشيل بس ده كده شويه. هو الربع كيلو جبنه عليه 9 ترغيفه عشان يطلع معاكي
الجبنه بتاعته حلوه جدا ومناسبه وتبقى حاجاته كلها مظبوطه. بصوا الجمال. دي اخر حاجه كده. دول بقى انا جهزتهم اهو. تمام. اللي عنده الحلويات دي، اللي عنده التحفه ده، اللي عنده الجمال ده، حواوشي البيت التحفه القمر ده، هعمل ايه بقى تاني؟ هعمل بقى دول. احط كده الماده الدهنيه بتاعتي، هدخله بقى الفرن عمل ايه. عشان هو هينزل اوريدي. هعمل بس 2 وهسيب بقى ال2 دول عشان ايه اللي هيجي ياكلهم لازم ياكلهم سخنين. فهدخله بقى هدخل دول الفرن وايه ويلا بينا. اللي عنده الجمال ده مين؟ اللي عنده الجمال ده مين؟ بصوا التحفه الحواوشي. بصوا يا جماعه الحواوشي، بصوا الجمال، بصوا الجمال ده. حد عنده التحفه دي؟ حد عنده الجمال ده؟ حد عنده التحفه دي والجمال ده؟ بصوا حد عنده التحفه دي؟ تعالوا مع بعض كده. عايزه المقص. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. هنجيب بقى نستخدم المقص. سخن جدا. بصوا يا جماعه الجمال. بصوا سوى اللحمه. عايزه بس اوريكم اللحمه. بصوا اللحمه مع الجبنه عامله ازاي. بصوا السوى بتاع اللحمه عامل ازاي. بصوا اللحمه، بصوا اللحمه متماسكه ازاي. بصوا الجبنه تقطم القطمه بقى. خراشي على الجمال، يا خراشي على التحفه. الجبنه كلها بتلز منها كده، حلوه حلوه تحفه حلوه. اقسم بالله طريقه حواوشي ناجحه جدا 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 جدا. طعم اللحمه ممتاز، مستويه جدا. الجبنه لما ساحت كمان مخليها طعمها حلو قوي. ما نحطش الجبنه في اول براحتك يعني. انت حابه تحطي الجبنه في الاول حطي. انا دخلت الفرن اول ما خدت صدمه معايا كده طلعتها وحطيت الجبنه. بس الدور التاني ما عملتش كده، حطيت الجبنه على طول اوريدي عشان لما شلت العيش كان العيش لازق في قلب طبقه اللحمه. بس طبعا طعمه خطير 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 بجد بجد. يعني القطمه تحفه تحفه يا جماعه تحفه. بصوا الجمال. بصوا تحفه. بصوا التحفه بتاعت الجبنه. بصوا التحفه بتاعت الجبنه والله العظيم طعمه خطير جدا 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 جدا. اللي عنده الحلويات دي وبيعرف يعمل الحلويات دي كده يضغط لي لايك ويعمل لي كومنت حلو ويقول لي بيعمل الحواوشي ازاي، ولو بيعملوا كده زيي ويعمل لي كومنت حلو اعرف رايكم ايه. يلا مع يلا سولي قولي الطعم ايه. حلو قوي. ايه رايك في الطعم؟ حلو قوي. حلو قوي. سخني طبعا صح. حلو. طب زي بتاع الرفاعي ولا ماما احلى؟
احلى احلى احلى. يلا يعني هو عجبك؟ ايه رأيك بقى والجبنة اللي جواه بقى وحركات بقى؟ تحفة 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 تحفة. دوق حتة كمان يلا وقول لنا طعمه ايه. تحفة تحفة تحفة. يلا يا جماعه، لو عجبكم الفيديو وانا بنختمه دلوقتي هو بسليم، هو اللي طلبه وهو كمان اللي بياكله. هو ما صبرش ان الكميه كلها تخلص. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك. اعملوا المتابعين باي باي.